مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. في مقابلة تلفزيونية تناولها وزير التعليم السيد سمير الرسوم ومدير مؤسسات التعليم العالي والبحوث الدكتور هيثم مختوم عدد من المواضيع المتعلقة بالتعليم وإنجازاته وسبل الارتقاء به. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. وزير التعليم السيد سمير الرسوم ومدير مؤسسة التعليم العالي والبحوث الدكتور هيثم مختوم في مقابلة مع التلفزيون إن المحطة تتطلب الارتقاء بنوعية التعليم. ووضح الوزير سمير على الصعوبة التي كانت بداية الاستقبال لإعداد المناهج والتجهيزات والمتطلبات التعليمية والمعلمين لبدء الخدمات التعليمية، ولكن الحكومة العاجزة ونتيجة للخبرة التي اكتسبتها في مرحلة النضال انطلقت بوضع أول الأولويات والسياسات والمبادئ الواضحة لإيجاد فرص تعليمية على مستوى البلاد عامة وتوسيع الفرص المتساوية وتأمين التعليم بجودة نوعية وتماشي التعليم المقدم مع برامج التنمية. وإلى جانب ذلك تم العمل بتوسع ابتكاره، لذلك فتحت الفرص التعليمية لجميع المواطنين بما في ذلك المناطق النائية، وبذلك تتحقق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لوضع المناهج وتنقيحها من فترة لأخرى وإعداد المعلمين التي تعتبر تحديات كبيرة. وقال وزير التعليم السيد سمير الرسوم أن سياسة الحكومة الإريترية واضحة في التعليم الديني والأكاديمي، وقد جرت دراسات مطولة مع الجهات المختصة، وبما أن التعليم الديني والأكاديمي لا يمكن تقديمهما معا، فقد تم البحث مع رجال الدين حينها على تقديم المدارس الدينية التعليم الديني فقط بموجب المرسوم رقم 73 لعام 1995. من جانبه أوضح مدير مؤسسة التعليم العالي والبحوث الدكتور هيثم مختوم أن خدمات التعليم العالي كانت تجري بجامعة واحدة تستقبل عدد محدود من الطلاب، ونتيجة لتوسيع الخدمات التعليمية وزيادة المواطنين المشاركين بأضعاف زاد عدد الطلاب المنضمين إلى مؤسسة التعليم العالي، ولهذا أقيمت الكليات الجديدة في مختلف مناطق البلاد وبدأت بتقديم الخدمات منذ عام 2004، وتستقبل حاليا حوالي 12,000 طالب في 9 كليات. وقال أن كثرة المؤسسات التعليمية تدفع لتخريج أكبر عدد من المواطنين المتعلمين، ويجري العمل حاليا لإرسال البنية التحتية التي تلبي الاحتياجات وتحويل الكثرة بالنوعية وإعداد المنهاج التي تحتاجها وتوفير المدرسين والتعليم التطبيقي. وذكر أن تقديم الدراسات العليا تحتاج في البدء تقوية الخدمات لما قبل التخرج وإرسال القدرات البشرية الكفؤة والتجهيزات لما بعد التخرج. ورغم وجود كليات تقدم هذه الخدمات، إلا أنه يتوجب القيام بدراسات عميقة، وقد تم مؤقتا إلقاء برنامج الارتقاء. وحول أسباب عدم بدء كليتي التجارة والاقتصاد والآداب والعلوم الاجتماعية في وقتها المحدد، قال الدكتور هيثم مختوم إنه تقرر قبل عامين ضم كلية التجارة والاقتصاد الموجودة في حلحلة إلى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في عدقية، وقد تأخر البرنامج الذي تنفذ أعمال صيانة البنى التحتية لتنفيذه، حيث ستبدأ الكليتين الدراسة في شهر يناير القادم. نفذ مشروع زيادة توليد الطاقة الكهربائية في محطة حرقيقو بحوالي 60% وكلفة بلغت 98.6 مليون دولار،
وقد نفذت المشروع شركة سفيكو الصينية لزيادة القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية بزيادة 46 ميجاوات عن كمية الطاقة السابقة. وفي مراسم تسليم المشروع الذي جرى أمس 15 من نوفمبر بحضور كبار المسؤولين يتقدمهم وزير البناء السيد أبرهة أسفها ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاجوس قبرهوت. قال وزير الطاقة والمعادن الفريق أول سبحة فريم في الكلمة التي ألقاها إن تركيب المولدات الجديدة للطاقة الكهربائية يأتي في إطار الاستثمار الحكومي الكبير لضمان توفير الطاقة. وأشاد الوزير سبحت بالتنسيق والتعاون الذي أبدته الشركة الصينية المنفذة للمشروع مع الخبراء الإريتريين لتنفيذ المشروع في أوانه وتحديث مولدات الطاقة التي كانت تعمل في السابق. من جانبه أوضح سفير جمهورية الصين الشعبية في إريتريا السيد يانغ زيانغ إن المشروع الذي بلغ مرحلة الاكتمال يعتبر جزء من عمل الشراكة المنفذ بنجاح بين إريتريا والصين. وأعرب المدير العام لشركة سفيكو الصينية السيد تشين يو عن اعتزازه بمشاركة الشركة في برامج التنمية الإريترية وشكر التعاون الذي وجدوه من مختلف الجهات لإنفاذ أنشطتهم. وقال المدير العام لهيئة الكهرباء الإريترية المهندس أبراهام ولد بكيل في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إن المشكلة التي حدثت في السنوات الماضية في خدمات الكهرباء دفعت لتحديث وتركيب مولدات جديدة. وعرب عن ثقته لمساهمة المشروع الجديد والمشاريع العاملة الأخرى للدفع بقدرات الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية الموحدة. وأشاد بالتحمل الواعي الذي أبداه الشعب للنقص في الطاقة الكهربائية التي حدثت، موضحا بأن الحكومة تعمل على مراحل لضمان توفير الطاقة الكهربائية المستدامة. قدمت جمعية معاقي الحرب الإريترية فرع الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في النحل ل30 من أعضائها. واشتملت الدورة التي نظمت في مدينة مندفرة تدريبا نظريا وتطبيقيا حول أنواع النحل وسبل تربيتها وفوائد وإيجابيات المناحل العصرية والتقليدية وكذلك سبل مكافحة أعداء النحل. وقدم مسؤول الفرع في الإقليم السيد تسفل الدت منجستو كلمة في 10 من نوفمبر الماضي قال فيها إن الهدف من الدورة التدريبية هو إفادة المعاقين من موارد الإقليم، مؤكدا بأن المناحل العصرية تقدم لهم على شكل قروض مع أسراب النحل. وشكر إسهامات الجهات الحكومية والجبهة لتحسين معيشة المعاقين، داعيا الجهات المعنية للاهتمام بمسألة المناحل العصرية وحل النواقص التي تواجه في هذا الجانب. وفي الكلمة التي ألقاها المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا دعا فيها المعاقين الاستفادة الجيدة من الفرص التي أتيحت لهم، موضحا أهمية التسلح بالمعرفة المهنية في الوقت الذي تضع فيه خطط الاستثمار. نظمت لقاءات حول تعزيز النتائج التعليمية في مدرسة أفامبو المتوسطة والثانوية والمدرسة الداخلية في المنطقة. وفي التوضيح الذي قدمه مسؤول وحدة التعليم الأساسي في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد خليل عثمان للطلاب، ذكر فيه التحسن الذي سجله طلاب الصف الثامن في مدرسة أفامبو الداخلية في امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة من فترة لأخرى، مناشدا الطلاب للاستعداد المسبق هذا العام من أجل تحقيق نتائج عالية. وأشار إلى أن المدرسة الداخلية التي كانت تقدم التعليم حتى الصف العاشر سوف ترتقي هذا العام إلى تدريس الصف ال11، مما خلق ذلك ارتياحا للطلاب والآباء، كما توفر فتح فرصا كبيرة للطالبات لتلقي التعليم في منطقتهن. وفي سياق متصل نظم لقاء ل5 إدارات ضواحي في مديرية الدخالة يساعد للحفاظ على الإنجازات التي تحققت عبر برامج تعليم الكبار والعمل من أجل تحقيق نتائج أكثر فعالية بالإضافة إلى وضع الخطط. وأوضح مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ برهاني دبرسيون عن وجود 800 طالب يتلقون التعليم في 14 نقاط تدريس بضواحي سمسمو وإندا قرقيس وعدي بركوت وفيقيا وعدي مخدة، مذكرا مدراء الضواحي للعب دورهم اللازم من أجل تعزيز المساهمة في هذا المجال. عقد سيمينارا في مدينة مصوع لأصحاب وسائقي السيارات
أوضح مسؤول مكتب شرطة المرور في إقليم شمال البحر الأحمر الرائد محاري كيداني على توخي الحذر للحد من الحوادث المرورية، وقدم تقريرا عن الحوادث المرورية التي وقعت، وأشار إلى وقوع أكثر من 200 حادث مروري في الأشهر التسعة الماضية في الإقليم، 95 منها على طريق أسمر مصوع، وأسفرت عن مصرع 12 شخصا وإصابة 80 بجروح وتدمير ممتلكات بقيمة أكثر من 5 ملايين نقفة. وقال إن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية تتمثل في السكر وعدم جودة السيارات وأسباب أخرى، داعيا أصحاب السيارات والسائقين لاحترام قوانين المرور لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين وامتلاك أدوات الإطفاء والإسعافات الأولية. وطالب المشاركون لتحديث إشارات المرور وتسهيل الطرق للسيارات الكبيرة والصغيرة وطرق الاتجاه الواحد في بعض المناطق. كما عقدت شرطة مديرية قلاعلو سيمينارا لطلاب المرحلة الثانوية للتوعية بالقانون والنظام. وقدم قائد شرطة المديرية الرقيب حسب الله محمد توضيحا حول أسباب وتأثيرات الحوادث المرورية والقضايا الأخرى المرتبطة بها، وشدد على أهمية تعاون الشعب عامة والشباب خاصة لمكافحة الجريمة والمخالفات. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 700 مليار دولار، ليؤكد بذلك دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى جيش أكبر وأقوى. لكن المجلس أخفق في التوصل إلى قرار بشأن سبل تمويل الزيادة الكبيرة. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 356 صوتا مقابل 70 صوتا على قانون الدفاع الوطني الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع سياسات الإنفاق. لكن التشريع يتجاوز حدود الإنفاق المنصوص عليها في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، وليس هناك خطة واضحة من الكونغرس بشأن كيفية توفير هذه الأموال للبنتاغون. وبخصوص مشروع القانون، ويخصص مشروع القانون نحو 66 مليار دولار كتمويل خاص للحروب. استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفير الأفغاني احتجاجا على هجوم شنه مسلحون، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن جنديين باكستانيين في وكالة باجور القبلية المحاذية للحدود الأفغانية. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفير الأفغاني في باكستان في هذا الصدد إلى مقر الخارجية الباكستانية لتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة الأفغانية. وتناشد حكومة باكستان نظيرتها الأفغانية باتخاذ إجراءات فورية ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية التي تجد ملاذا في أفغانستان لاستهداف قوات الأمن الباكستانية، مؤكدة أن تعزيز إدارة الحدود هو أمر بالغ الأهمية لمنع هذه الهجمات العابرة للحدود. انهمرت أمطار غزيرة على بلدة قرب العاصمة اليونانية أثينا، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وحاصرت المياه السكان في منازلهم وسياراتهم، وتسببت في إغلاق المدارس. وأظهرت لقطات تلفزيونية الطرق في نيابراموس على بعد نحو 27 كيلومترا غربي أثينا، وقد تحولت إلى برك من الطين. وفي بلدة ماندرا القريبة قالت فرق الإطفاء إنه عثر على جثة امرأة في منزلها، وجرى إنقاذ 12 شخصا من داخل حافلة على أحد الجسور. وذكر التلفزيون الرسمي أن بعض السكان اضطروا إلى الصعود إلى أسطح وشرفات منازلهم. وقالت السلطات إنها تلقت ما لا يقل عن 160 مكالمة استغاثة. وأعلنت اليونان حالة الطوارئ على جزيرة سيمي بعد أن جرفت عاصفة السيارات إلى البحر وألقت أضرارا بالمنازل وتسببت في قطع إمداد الكهرباء والمياه. قالت دار كريستيز للمزادات العالمية إن قلادة من الألماظ وزنها 163 قراطا بيعت مقابل 33.5 مليون دولار أمريكي.
وكانت هذه الألماظ الصافية اقتطعت من ألماظ تزن 404 قيراطا استخرجت من منجم في أنغولا، وهي تعد الأكبر من نوعها التي تعرض في مزاد علني. والقلادة مصنوعة من الذهب الأبيض والألماظ والزمرد، وقد صممها صانع المجوهرات السويسري ديغر سنوب، واستغرق تصميمها 1700 ساعة بحسب نفس الدار. وعرضت القلادة للبيع في مزاد علني في فندق فورستين في جنيف بعد عرضها في هونغ كونغ ولندن ودبي ونيويورك. فاصل أخير ونوفيكم بالنبأ الرياضي، كونوا معنا. انتزعت ألمانيا التعادل بمقابل هدفين في الرمق الأخير من مباراتها ضد ضيفتها فرنسا في كولن بعد مباراة ودية ضمن إطار استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2008. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.